موت موت موت. اللي هياكل دي هيموت يا جماعه. ايه ده؟ شومه؟ ايه ده بجد؟ طالب كيلو طرب مش كيلو دهن يا خرابي. اهلا بيكم في مقارنه احسن صباع طرب في مصر يا جماعه، وجبنا كيلو طرب من قصر الكبابجي، ورقم 2 معانا في المقارنه دي الدهان، وتالت واحد حضرموت عنتر، والتلاته اسماء كبار. وعايز اقارن المره دي بقى في الطرب، ان الطرب ده لا يتعمل بمنديل دهن، لا اما يتعمل بحته دهنه. فاللي يتعمل بحته دهنه ده كده عبيله واديله، ده مش طرب. لكن الطرب الاساسي بيتعمل صباع كفته وعليه منديل دهن. اللي هيعمل كده هو ده الكسبان في البدايه، واللي مش عامل كده ده بيعبيله واديله. وهنشوف الكلام ده مع واحد واحد، انا لسه ما نعرفش، هنشوف مع بعض. نبتدي بقصر الكبابجي اللي هو اغلاهم سعرا يا جماعه. منظر لفه جميله، ومعاها 3 كفرات وبتاعه عيش، ومفيش سلطه خالص. قصر الكبابجي كل مره ما يبعت لناش بجنيه سلطه. هقول لكم ان كيلو الطرب هنا في قصر الكبابجي ب 2010، وده بالنسبه لي لو ما طلعش حلو هتبقى كارثه، لان 2010 في كيلو اكله انا وواحد صاحبي، ولا انا واتنين، نصيبه زرقاء. لو طلع وحش هتجيب لي خلاص، هروح امسك بقى فيهم. يا سم الله، وان شاء الله يطلع حلو عشان نتبسط وانتوا تتبسطوا. مكتوب هنا كيلو طرب، كميه فويل كبيره. يا خرابي على المنظر. ايه ده؟ شومه؟ ايه ده بجد؟ جايه سخنه بتبخر وشومه شومه. هنوزن كيلو الطرب جاي قد ايه؟ هات لي ميزاننا الجميل وشغلهولي بعد اذنك، وصفرهولي. انزل على الميزان. ادي ايه؟ خازوق، خازوقين، 3 خوازيق، 15 صابع طرب طالع كيلو 400 جرام. كيلو طرب عند قصر الكبابجي ب 2010 طالع كيلو ونص. مديني كيلو ونص ب 2000 جنيه مقابل كيلو. انا طالب كيلو وفي الفاتوره كيلو ب 2000 جنيه ب 2010 مديني كيلو ونص. فاصلا السعر وهمي والميزان الله يبارك له. طيب هندوق صابع الطرب عند قصر الكبابجي. وانا قلت لكم ان صابع الطرب بيبقى ملفوف بمنديل. اهو المنديل اللي احنا بنتكلم عليه، اللي لافف بدهون حاجه واللي لافف بمنديل حاجه. بصوا منظر صابع الطرب، يا لهوي على اللي بص.